السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل الفول المدمس بطريقة كده حلوة، وهيطلع معانا كده جميل ولونه كده حلو كده واصفر، وهيطلع معانا كده زبدة. ومفيش، مش هنحط اي مكونات كتير. جبنا الفول ده كيلو فول، جبناه ونقعناه من بالليل، من يعني كده 5 ساعات نقعناه. طبعا نقيناه الاول كده وتمام. ومعانا كده كوباية عدس غسلينها كويس، ومعانا صلصة. بس دي المكونات اللي احنا هندمس بيها الفول بتاعنا. طبعا كده ومعانا الدماسة. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل الفول واحدة واحدة. الطريقة دي جميلة، مش هنحط طماطم ولا هنحط جزر ولا اي حاجة. هي دي بس الطريقة اللي بتخلي الفول كده جميل ودايب معانا، وزبدة كمان. طبعا كده احنا لما ندمس الفول مش لازم كده الدماسه بتاعتنا تبقى مليانه للاخر، نخلي كده ربعها عشان لسه هنضيف العدس والميه، عشان لما نغطي عليها ما تبهدلش مننا الدنيا. هنبدا كده الاول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل العدس هننزل كده معلقتين صلصه كبار كده تمام. وبعد كده هننزل العدس ده اللي هيخلي لك كده الفول كده لونه جميل. طبعا كده هناخد الدماسه بتاعتنا وهنروح كده على البوتاجاز. طبعا كده شغلنا النار تحت الدماسه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ميه سخنه بتغلي، هنبدا كده ننزلها على الفول. طبعا كده لغايه لما نغطي كده الفول بتاعنا بالميه السخنه. اهم حاجه الميه بتاعتك تكون سخنه بتغلي، عشان كده الفول يغلي معانا ما ياخدش وقت في الغليان. بس كده تمام، عشان كده لما يجي ما يفرش مننا ننزل على البوتاجاز. طبعا كده هو عشان انا حطيت الميه سخنه، هو كده هيبدا يغلي. انا هدي النار على اخر حاجه، يعني كده على العين الصغيره، وتهديها وتغطي كده عليه وتسيبيه كده يغلي. ما تفتحيش عليه كل شويه عشان ما يسودش منك. كده لما تحس ان خلاص كده الميه بدات تقل او حاجه كده، تفتحي بالراحه وتنزلي الميه السخنه وتغطي تاني. وهنتابعه برضو مع بعض وهنشوف خد وقت قد ايه. طبعا كده احنا هنفتح على الفول بتاعنا، بس هو المفروض ما تفتحيش عليه، بس انا هفتح عليه عشان اوريهولكم. شايفين كده ازاي لون الميه بتاعنا، ازاي لونه كده جميل. طبعا كده يا دوبك هو ما فيش غير ربع ساعه، لسه ما كملش نص ساعه. زي ما قلت دي كميه الميه اللي احنا حطيناها لسه ما نشفتش، بس هو المفروض ما تفتحيش عليه نهائي غير بعد كده لما بالراحه كده تفتحي الغطا وتبصي كميه الميه نشفت تزودي ميه. بس انا حبيت اوريهولكم يعني وصل لمرحله ايه. طبعا كده الفول خلاص بتاعنا استوى، خد كده ساعه على النار. كده هنطفي من تحته وهنشوف شكله كده ازاي. شايفين كده الفول بتاعنا استوى ازاي كده وجميل. طبعا كده شايفين، وما ضفنالوش اي كركم ولا طماطم، بس معلقتين الصلصه والعدس كده جميل. شايفين ازاي كده مستوي، شايفين السوا بتاعه، شايفين كده ازاي بيتهرس كده بالمعلقه. شايفين كده ازاي ولونه كده جميل جدا. مش عارفه اللون طلع لكم في الكاميرا ولا لا زي اللي قدامي، بس هو كده لونه جميل جدا زي ما انتم كده شايفين، وبيتهرس كده بكل سهوله. شايفين السوا كده الفول اللي عملناه في البيت كده بطريقه سهله كده، مش محتاجه غير ملح وزيت. تاكلي احلى واجمل فول. جربوا الطريقه دي سهله، بس اهم حاجه كده تنقعي الفول 5 ساعات، والصبح كده تحطيه في الدماسه مع زي ما انتوا شفتوا مع الميه السخنه والعدس ومعلقه الصلصه. بس كده هتعملي احلى واجمل فول. خد معانا كده ساعه بالمظبوط على النار، على نار هاديه جدا. وزي ما قلت ما تفتحيش عليه الغطا غير كده لما تحسي ان الميه نشفت منه. كده هتاكلي احلى واجمل فول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.